كيبدا الفيلم ديالنا بالدري جيس اللي كيوجد راسو باش يمشي للمدرسه. هبط سول مو على السبرديله ديالو، فقالت ليه بلي تقطعات ورماتها، وقالت ليه يلبس السبادري ديال ختو حتى ياخذوا ليه وحده من بعد. جيس اضطر يلبس السبرديله ديال ختو قبل ما يتعطل على الترونسبور ديال المدرسه. منين طلع وحده كتقرا معاهم سميتها جونيس ضحكات وتنمرات هي وصحاباتها عليه. فاش جلس جات حدا ختو ماي كتواسيه. منين وصلوا للمدرسه حتى صاحبو مايك ضحك على السبادري اللي لابس، وهما في القسم دخل المدير وكانت معاه تلميذه جديده عاد سكنات في المدينه وسميتها ليزلي. من بعد خرجات ليزلي للحمام وتلاقات ليها جونيس المتنمره هي وصحابها، وتما حبساتها ما تدخلش للحمام وقالت ليها خلصي عاد دخلي، ولكن ليزلي ما داتهاش فيها ومشات وخلاتها. فاش خرجوا للاستراحه ليزلي تقدمت للمسابقه الجري اللي في المدرسه واللي ديما كيربح فيها جيس. بدات المسابقه وكل شيء بدا كيجري. جيس كان هو الاول وعلين يوصل ويربح كيف العاده، ولكن جات ليزلي وخسرات ليه الفرحه وسبقاته وربحات. مور ما كان حتى حد ما كيقدر يربحه. هو تقلق وما عجبوش الحال. جات عنده ليزلي وهو جالس مع اخته وعطاته يدها باش تسلم عليه، ولكن هو ما سلمش عليها ومشى وخلاها. من بعد رجعوا للدار، وفاش نزل مع اخته من الترونسبور لقى ليزلي حتى هي نازله معاهم وقالت ليه بلي سكنوا عاد جديد حداهم. جيس فاش دخل للدار جبد كتاب الرسم ديالو ولقى اخته راسمه ومخربقه فيه. غوت عليها ولكن هي تحمت في باها. جيس كيعجبو بزاف الرسم والقصص الخياليه. لغدت ليه هو في الترونسبور غادي للمدرسه شافتو ليزلي كيرسم وقالت ليه بلي رسوماتك زوينه، ولكن هو كان مازال مقلق منها وما باغيش يهضر معاها، فعطاتو مسكه باش تصالح معاه. وصلوا للمدرسه الاستاذه ديالهم قالت ليهم بلي ليزلي كتبات قصه خياليه وطلبت منها تقراها ليهم. هي وافقات تقراها، وكان جيس مركز معاها وكيسمع ليها مزيان حيت كيعشق القصص الخياليه. من مور ما خرجوا من المدرسه عرضات عليه يتمشاو شويه، بقاو غاديين وكيهضروا حتى وصلوا للغابه. دخلوا ليها ولقاو حبل معلق فوق الواد وبقاو كيلعبوا فيه حتى عياو. موراها جلسوا كيهضروا عادي وقالت ليه تخيل هاد الغابه مملكه سحريه وحنا الملوك ديالها. فاش كملوا التخيل ديالهم مشات ليزلي الجهه الثانيه من الواد وتبعها جيس، وبقاو غاديين حتى لقاو واحد الكوخ مبني فوق الشجره وفكروا باش يصلحوه باش يبقاو يجيو ليه، وبداو كيتخيلوه هو القصر ديالهم والمهمه ديالهم هي يحميوه من الكائنات الشريره. ومن هذاك النهار وهما كيقادوا في الكوخ وكل نهار كيجيو ليه ويزيدوا فيه حوايج جداد. واحد النهار جلسوا فيه وبقاو كيهضروا. هي قالت ليه بلي والديها كيخدموا كتاب ديال القصص الخياليه وهي ورثات حب هاد القصص منهم. وهما كيهضروا بدا التفاح كيطيح عليهم وبداو كيتخيلوا بلي الكائنات الشريره هي اللي كتهاجمهم وهما قادرين يحاربوا ضدهم ويغلبوهم. من بعد طلعوا فوق الشجره الفوق وبداو كيشوفوا المملكه ديالهم الخياليه، وليزلي قررت تسميها تيرابيتيا. ومور ما رجع جيسي للدار وبدا كيرسم جاو عائلته بالحلوى واحتفلوا بعيد ميلاده. موراها قال له باه يخرج معاه ويعاونوا في المزرعه ديال الزرع ديالو. فاش مشاو لقاو شي حيوان كلا ليه الخضره اللي كان زارع، فقاد ليهم صيده باش يشدوه. في النهار الثاني وهما غاديين في الطريق للمدرسه عطاتو ليزلي صندوق ديال الصباغه وملونات ككادو ديال عيد ميلاده، وهو فرح به بزاف. وغير خرجوا من المدرسه مشاو للكوخ ديالهم في الغابه، وعلى غفله طاح عليهم جذع ديال الشجره ومن زهرهم ما وقع عليهم والو. ليزلي تخيلات بحال اللي شي عملاق من هذوك الكائنات اللي في خيالها هو اللي رمى عليهم الجذع ديال الشجره. والصدمه لقاو اثار الرجلين ديال عملاق كبير بزاف، وهذا الشيء كله غير في الخيال ديالهم. وفي النهار ديال العطله فاق جيسي على صوت المصيده اللي صيب باه ولقاها شدات الحيوان اللي كياكل ليهم الخضره. فبالزربه خدا القفص ومشى للغابه وطلق الحيوان تما ورجع حيت بقى فيه الحيوان وهو عارف الا لقاه باه غادي يقتلو. فاش جا باه غوت عليه وقال له كان عليك تقتلو حيت ممكن يرجع ويدير نفس المشكل، وقال له خاصك تفيق من هذا العالم الخيالي ديالك ولا غادي تبقى فاشل حياتك كلها. هاد الهضره اثرت بزاف نفسيا في جيس وخلاته مقلق، وحتى في المدرسه ما بغى يهضر مع حد. جات عنده ليزلي وسولاتو واش غادي يمشي معاها للمملكه ديالهم. هو قال لها نفس الهضره اللي قال له باه وخاصهم يفيقوا من هذا الخيال ديالهم. فاش كانوا في المدرسه جات عنده اختو ماي كتشكى من البنت جونيس حيت خدات ليها بيمو ديالها، فقال لها غادي ياخذ ليها حقها ولكن من بعد. هو فكر مزيان وقرر يرجع للمملكه ديالو مع ليزلي حيت تما كيرتاح بزاف. والغد ليه عطاها ورقه وكتب ليها باش يتلاقاو من مور ما يساليو المدرسه. من بعد تلاقاو وجاب ليها كلب كاكادو وهي فرحات به بزاف حيت كيعجبوها الكلاب، وبقاو كيلعبوا في الغابه مع الكلب حتى بداو كيتخيلوا العملاق اللي شافوا الاثار ديالو. طلعوا للكوخ ديالهم وبداو كيفكروا كيفاش ينتقموا من جونيس حيت خدات بيمو ديال ماي. ليزلي قالت ليه نكتبوا رساله ديال الحب ونحطوها في المكتب ديالها على اساس راه جاك هو اللي كتبها ليها حيت كتبغيه، وهكا غادي تمشي لعنده وهو اكيد غادي يدور فيها ويحشمها. وفعلا كتبوها وحطها جيس في البيرو ديالها، وهي فاش لقاتها
مشات عند جاك، وداك الشيء اللي خطو ليه هو اللي وقع. جاك دار فيها قدام الدراري وخلاها تحشم. فاش طلعت للترونسبور كلشي بقى كيضحك عليها، وماي فرحات بزاف وعرفات باللي خوها اللي انتقم ليها وارتاحت. من بعد عائله ليزلي عيطوا ليها باش تجي تعاونهم في الصباغه ديال الدار، ومشى معاها حتى جيت يعاونهم ودوز معاهم النهار، وكان فرحان حيت تعاملوا معاه بحال واحد من العائله. فاش رجع للدار عطاه باه السوارت باش يجيب ليه شي حاجه من المخزن، وفاش رجع نساهم في المخزن. الغد ليه جا باه كيفيق فيه حيت بغى السوارت. مشى معاه للمخزن كيقلب عليهم وما لقاهمش تما. باه تعصب عليه بزاف وبقى كيخاصم عليه، وقال له دابا بسببك غادي يحيد ليا الباترون $700 حيت السوارت مهمين. جيس طلع للترونسبور وقال ليزلي على اللي وقع، وقال لها الا ما رجعتش السوارت غادي نتعاقب. ليزلي قالت ليه باللي اختك ماي خداتهم وكانت كتلعب بيهم وعطاتهم ليها كهديه، وهي علقاتهم في الكوخ ديالهم في الغابه. منين نزلوا مشاو للغابه باش يرجعوا السوارت، ومع الدخله لقاو الواد عامر. بداو كيتخيلوا الوحوش والكائنات الشريره كتهاجم فيهم حتى وصلوا للكوخ. جيس شاف السوارت معلقين في الشجره وطلع عليهم، وجا طير من داكشي اللي كيتخيلوه وطيحهم من الشجره. وجات عملاقه نقداتو في اخر لحظه. موراها خرج هو وليزلي من الغابه وهما فرحانين، وفرحان بها حيت كاينه في حياته. الغد ليه عيطات عليه الاستاذه ديال الموسيقى وعرضات عليه يمشي معها للمتحف ديال الفنون. جيس عجبو العرض بزاف، وفاش جات باش ديه فكر باش يمشي يجيب حتى ليزلي باش تمشي معاهم، ولكن تراجع حيت كانت مازال يلاه الخمسة ديال الصباح. وصلوا للمعرض وكانت الاجواء زوينه، وجيس عجبوه اللوحات. قالت ليه الاستاذه يكمل في الرسم والفن ديالو باش واحد النهار اللوحات ديالو يتحطوا في معارض كبار بحال هذا. جيس داز عنده النهار زوين بزاف. موراها رجع للدار، تما تلاقات ليه مو بالتعناق والبكى، وقالت ليه يسحاب ليه صافي متي. هو قال لها كيفاش مت؟ راني كنت غير في المتحف مع الاستاذه ديالي. وسولها علاش كتقول له هذا الشيء. هنا صدموه كلهم فاش قالوا ليه باللي ليزلي ماتت حيت دخلات للغابه وطاحت في الواد. جيس ما خلاهمش يكملوا هضرتهم وما بغاش يسمع. طلع لبيتو وسد عليه وهو مصدوم. الغد ليه مشاو هما كاملين باش يعزيو العائله ديال ليزلي. تلاقى ليه باها وقال له باللي كنتي عزيز بزاف عند ليزلي وشكروه حيت كان صديق زوين مع بنته. وسط هذا الشيء كله جيس مازال مصدوم وما قادرش يثيق راها ماتت. وفاش مشى للمدرسه صاحبو مايكل ضحك عليه وقال له دابا راك وليتي انت هو اسرع واحد في المدرسه. جيس تعصب منه وضربه، والاستاذه خرجاتو على برغاد القيسم وجات عنده وقالت ليه باللي عارفه الاحساس ديالو متفاهماه. مور المدرسه هو مشى للغابه وبقى كيدور وكيتمنى يكون هذا الشيء غير حلم ويفيق منه. شويه سمع صوت اختو كتعيط ليه، مشى كيجري جهه الصوت ولقاها شاده في الطرف ديال الشجره وخايفه لا تطيح. وصل عليها وهبطها وقال لها تمشي للدار. قالت ليه باللي خايفه عليه وما بغاتش تخليه بوحده، ولكن هو كان معصب فغوت عليها وقال لها تمشي. موراها هو دخل الغابه وبقى كيجري ويبكي على الموت ديال ليزلي حتى طاح. جاب باه هزو عنقو فبقى كيبكي عليه وقال له كون غير داك النهار دقيت عليها وديتها معايا للمتحف كون ما ماتتش دابا. داز هاد الحزن على خير. وفاش مشى للدار مشى عند اختو وطلب منها السماحه حيت تعصب عليها. والغد ليه مشى للغابه وقرر يدير شي حاجه اللي تخليه يتفكر ليزلي ديما. خدا الخشب وبنى قنطره فوق الواد وسماه جسر مملكه تيرابيتيا، ومشى لعند اختو وقال لها غادي نديك مملكه تيرابيتيا. خداها لتما وقبل ما يدخلوا قال لها بغيتك تكوني مبدعه في الخيال ديالك بحال كيف كانت ليزلي. ماي تخيلات مملكه كبيره بزاف والكائنات السحريه استقبلاتهم. وجيس فرحان في خاطره وكيشكر ليزلي حيت خلاته يعيش ويحلم بالسعاده كيف بغى. وهنا تسالى الفيلم ديالنا.